سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كي دايرين معز عليكم وليداتكم حبابكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الغديوه السريعه المفاجئه اللي كانت عباره عن شويه ديال المحاشي. فلفل، كان عندي واحد الفلفل صغير وشويه ديال القرعه الخضراء حشيتهم، وواحد الهمبرغر. هذا الخبز راه ماشي خبز همبرغر عادي، هذا كيكون معجون بالطحين ديال البطاطا. المهم حشيته بواحد الطريقه زوينه نتوما غتشوفوها. وواحد الفخيدات ديال الدجاج غادي نديروهم حتى هما بالمشروب بلي شامبينيون بالكريمه ديال هذا، وكتاكل اما كتكال اما بلا بيوري اما بالرز الابيض. المهم انا غادي نديرهم بجوج، كل واحد غادي ياكل على كيفه. المهم الفخيدات ها هما كما كتشوفوا، اما السلعه باقي كلها محطوطه اللي دابا التقديه اللي غادي نخدم بها دابا. ها هو الهمبرغر، هاد الخبيزات ديال الهمبرغر هما معجونين من البطاطا. وهاد الفخيدات قلت لكم هما راني غاسلاهم وحاطاهم في الملحه والليمون وداكشي. المحشي ها هو راني حشيته لانني فايته دايره معكم كم مره في القناه. هذه كوسه حشيتهم بشويه الرز وشويه الكفته المهم راكم عارفين نتوما داكشي من التوابل العاديين، القزبر والمعدنوس والبصله والثومه وكفيته. المهم هاد الفلفله عندي صغيره بزاف على قد الصبيع، فيها الخضراء وفيها اللي شويه باهته. كانت عندي كميه زوينه لا باس بها، حشيتها كلها هي والكوسه. فرشت لهم من تحت البطاطا مدوره وحطيتها في الجناب، وصافي غادي ندير لها لاصوص ديالها وانتم غتشوفوا معايا. غادي كلها كتشوفوا بحال العويدات، غير داك البصله الخضاريه كانت عندي وحطيتها من الفوق باش تعطيني النكهه. هنا فواحد خديت واحد شويه ديال الماء، تقريبا شي اقل من نص لتر. هنا عندي طماطه فريش، هذه راه ماشي طماطم مركزه، فريش. حطيتها في شويه الماء فوق البوطه، حطيت على شويه الاعشاب المنسمه، شويه الفلفل الحاره فليكس، شويه الملحه، شويه البزار، واحد الكميه لا باس بها ديال زيت الزيتون، هي اللي غنروي بها داك المحشي اللي عندي. واحد الرويز ديال الثومه، وغنخليهم باش يطيبوا في ديك لاصوص. راه ما كيتاخرش في الطياب بزاف هذا المحشي ديال الفلفله وديال الكوسه، كياخذ تقريبا اقل من نص ساعه تيكون صافي طاب واستوى. فليفلات صغيورين، الكريعات فريش. انا بغيت نوريكم البطاطا كيفاش قطعتها. شفتوا الفليفلات قداش صغيورين؟ صافي المهم هذا تهنينا منه. اللي بغى طريقه المحشي الملفوف ورق عنب كوسه كل شيء راه يرجع للقناه غادي يلقاهم كاينين موجودين بالطريقه الاصليه. حتى من المحشي البصل كل شيء موجود. ما تعطيهمش الماء بزاف بزاف بزاف، غير شويه يدوب فاش يطيبوا. ودير لهم شي غطا يكون محكوم، ولا ما عندكمش ديروا ورق الومنيوم باش يطيبوا معكم بالزربه. غير يبدا الماء كيتكتك، كتسمعوا ديك التبقبيقه ديال الماء، كتنقصوا عليه المينيموم وكتخليوه يطيب على خاطرو. صافي غنخليه دابا. غادي ننتقل للاكله اللي هي الفخيدات ديال الدجاج. انا غادي نجهز كلشي مسبقا باش بالزربه تجيني ساهله. انا عندي كميه ديال البصل، ما غاديش نستعملها كلها بطبيعه الحال. المهم نخليها نحتاجها لاكلات حدا اخرين، للشوربه، لاي شيء. غنديرهم في الماكينه وغنطحنها. بحال هكا تستافدوا من الوقت. وكاع الا بقات عندكم غطوها مزيان مزيان بالفيلم اليمونتير وحلوها حطوها في الثلاجه. وقت ما تبغوها تقريبا يومين 3 ايام كتبقى عندكم زوينه. غير الا غطيتوها مزيان ما تطلقش لكم الريحه. نديروها شي بلاصه تكون خاصه بالخضار وبهذا الشيء. هذيك الطويصه عندي فيها شويه ديال الزنجبيل والثوم فريش مطحونين. انا عندي شويه ديال لي شامبينيون. لي شامبينيون ما كيتغسلوش، كيتمسحوا بس بشي منديل ولا ورق نشاف، حيت لا تغسلو كيدبلوا. حتى هما غنحطهم نقطعهم ونحطهم. صافي دابا المكونات كلهم جاهزين عندي. بصيله، ثوم وزنجبيل مشروم. الدجاجات ديالي راه غسلتهم صافي، ولكن راه حيدت لهم العظم كلهم ديزوسيتهم. شفتوا دابا الركيبات خليت غير الحيمات هما اللي خليت، والعظيمات حيدتهم. راكم نتوما عارفين طريقه الغسل، الليمون زنجبيل ملحه. الطريقه ديال داك الشيء كتغسلوه وتشلوه تغسلوه وتشلوه، المهم كتلقاو مابقى فيها لا ريحه لا والو، صافي كتستعملوهم. انا ما حيدتش الجلد لان هادو الدجاجات تقريبا ماشي بلديين وانما بحال شويه مهم. يعني انا عارفه المصدر ديالهم. داكشي علاش احتفظت بالجلد. الا كانوا غير ديال الجمعيات وديال هذا كنحيد الجلده.
ما كتكونش عندي واحد الثقه كبيره. صافي دابا غادي ندير هنا راه صافي. ها هو المحشي تبارك الله، هو استوى كما كتشوفوا. غادي نزيد ندير واحد طقت جاني شويه من السوس، زدت شويه الملحه، وغادي نزيد شويه ماشي شويه، غندير واحد الكميه ديال زيت الزيتون تقريبا شي 3 المعالق بحال هكاك، مع شويه ديال عصره الحامض غنكبوا عليهم، وغتكون هذيك هي اللمسه الاخيره، وكنطفي وكنخليه يرتاح حتى كنسالي شغلي عاد كنحطو. وهذا كيمشي على الملفوف، تيمشي على ورق عنب، تيمشي على البصل، على كل شيء محشي. صافي دابا غنديروا التوابل ديالنا للدجاج. توابل معروفين. هنا عندي شويه ديال اللب ديال الليمون، مع شويه ديال الليمون معصور، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزنجبيل والثوم. انا كنستعمل غير ايدي. الا عندكم صويا صوص هي كتجي زوينه في تتبيله الدجاج، لكن انا مخلصه عندي. هنا درت شويه ديال التحميره، درت ديال هي البابريكا، درت شويه ديال الكركم، شويه الفلفل الاسود، عندي شويه الاعشاب منسمه. هادو ماشي ضروري، اللي عنده ما عندوش يكتفي بالتوابل المغربيه العاديه. عندي تما شي واحد التوابل ديال الدجاج. قلت لكم اللي ما عندوش يدير غير سكينجبير والبزار والتحميره وداكشي ديالنا العادي والثومه، داكشي كتجي زوينه مع المليحه. صافي كنخلطهم وكنخليهم حتى يتجانسوا شويه، تقريبا شي ربع ساعه. صافي في هذه المرحله غناخذ واحد المقيله، غنحط فيها شويه ديال الزيت، زيت نباتي ولا زيت زيتون ولا اللي يعجبكم، مع واحد الطريف ديال الزبده. وغادي نعطي واحد الصدمه لداك الحيمات اللي عندي ديال الدجاج. كنحطهم على الجلده هي الاولى باش ما تبقاش، باش تاخذ الصدمه وتولي ديك الجلده مقرمشه شويه. المهم انا درت 2 مقلات باش يكفيني الوقت. فهاد الطنجره اللي كتشوفوا غادي نقطع شويه ديال البطاطا مع شويه الماء مغلي والملح باش غادي ندير لا بيوري. حيت قلت لكم هاد الاكله كترافق يا اما مع لا بيوري يا اما مع العيش ابيض، يعني الرز الابيض بسماتي ولا اللي بغيتو نتومايا. صافي الدجاجات ديالي راك شفتوهم داروا بحال كشوا شويه، وتفرز الزيت على الدجاج، يعني راه بدا كتدخل فيهم القليان. صافي دابا غادي نكب مقله في مقله باش يتجمعوا كلهم بلاصه واحده. هذا غير باش نربح الوقت ماشي على شي حاجه. دابا غنحيدهم من فوق البوطه، وغادي ناخذ ديك الزويته والزبيده ديالهم غنديرهم في شي مقيله واحده اخرى باش نقلي البصله اللي غنرافق مع الدجاج. وانتم غتشوفوا كيفاش غندير نفس المقله الاولى. خديت من هذيك الزويته وداك الشيء، غادي ندير فيهم واحد الكميه ديال البصل هذيك اللي طحنت انا وياكم، مع شويه ديال الثوم، شويه ديال الزنجبيل. غنخليهم غير تيتقلاو شويه، وغنضيف عليهم هذاك لي شامبينيون اللي قطعنا. زدت شويه ديال التوابل، نفس التوابل اللي حطيت في الدجاج هما اللي حطيت في هذا، ولكن كتزيدوا بكميه قليله. سمحوا لي دوقتكم بالمقلات لان جاوني مضيقين. صافي غير طاحت عندنا البصيله شويه، حطينا دوك لي شامبينيون ولا المشرومز. بطبيعه الحال نتوما تذوقوا المليحه، تذوقوا داكشي ديالكم اللي ناقص. كان خاص شويه الحامض غتزيدوه، خاص شويه البزار. الانسان كيذوق في الاخر وكيشوف شنو ناقص. انا جاني بيرفكت، ما ناقص حتى شي حاجه. صافي غادي نزيد عليه تقريبا شي نص كاس ديال الماء، راه ما تصورش معاك، لا ورا يا ربي مصور. هذيك الطاوه اللي حيدت شللتها بالماء، خديت دوك التوابل كلهم، وغادي نغطي عليها واحد تقريبا 10 دقائق باش يطيب داك الدجاج، يكمل الاستواء ديالو. مني داز دوك الدقائق اللي قلت لكم، دابا خديت شويه واحد المعلقه كبيره ديال الطحين، وحطيت على شويه ديال كريمه الطبخ. صافي وحطيتها على الدجاج وحركتها تتجانست، عطاتني هذا الشكل هو هذا. صافي كنزوقوها بشويه الكزبره وشويه الفلفل الحار، هانتوما كتشوفوا. دابا المحشي ديالنا تا هو غنحطوه في هاد لي ريسيبيون. كنحط انا هنا حيت هادو كيتغطاو وكيبقاو شادين الحراره، سخونين، واخا يبقاو حتى 24 ساعه كيبقاو سخونين.
الكوسه طابت تبارك الله، الفلفلات الصغيورين بالزربه طابوا، دوك المطيشات كنخليهم كاين اللي كيبغي ياكلهم، ودوك البطيطات اللي كنكونوا مفرشين لتحت وفي الجناب راه كنحطهم حتى هما الفوق، اللي كيبغي ياكلهم الوليدات ولا المهم كلشي الناس كيبغيوهم. صافي دابا بعد ما حطينا الاكله ديالتنا ديال المحشي وحطينا هذاك الدجيوج اللي بالمشروم وبالكريمه، غادي نمشي دابا نجهز لا بيوري اللي غنرافق مع الدجاج. راه كانت شتوني كنت طلقتها، ها هي راه دعكتها، درت فيها شويه الزبده، شويه الفلفل الاسود، شويه الملح، واحد 2 معالق ديال كريمه الطبخ ولا 2 معالق ديال الحليب. خصكم تخليوها ثقيله لان غتاكلوا بها، غتحطوا عليها لاصوص ديال الدجاج. حطيت عليها شويه الزبده وشويه الفلفل الحار، داك الفليكس، ديك الفلفله اللي كتكون سودانيه مهرسه. وفي هاد البلايصه ثاني غنحط الرز بسمتي سخون حتى هو يطيب، غنتا هو نحط عليه شويه الزبده. اللي بغى ياكلها بلا بيوري كياكلها، واللي بغى ياكل بالرز كياكل. هذا مكان. دابا غندوزو لداك الهمبرغر اللي كنت قلت لكم ديال البطاطا. تقدروا تستعملوا اي خبز، اي خبز، غير انا هذا كان واجد عندي. ديروا اي خبز، الخبز الاسمر ولا داك الخبز العادي ولا اللي بغيتو. صافي كناخذوا شويه ديال الحليب كنخلطوه مع شويه ديال الكريمه الخفق، مثلا كاس ولا المهم على حسب الامكانيات. اللي عنده كريمه الخفق يحطها، كريمه الطبخ يحطها، اللي ما عندوش يدير كويس ديال الحليب مع واحد 2 3 البيضات، مع شويه ديال الثومه، شويه ديال البقدونس، شويه الملح وفلفل الاسود، وواحد شويه ديال الزبده دايبه، كنخلطوهم بحال هكا. في هذاك الطبيص الاخر عندي واحد شويه ديال الجبن ديال الدهن، اي جبن عندكم ديال القراعي ولا المهم داك الجبن اللي كدهنوا به الخبز. صافي كناخذوا هاد الخبيزات كنقطعوهم على 4 بحال هكا، كتحلوهم. هو الخبز الاخر كيجي حسن لانك شويه شاد في راسو، هذا فتي بزاف، خصني ناخذ معاه احتياط. كتحلوه وكتغمسوه في ديك الخلطه مزيان حتى كيشرب، وكتحطوه في لاطه تكونوا حاطين فيها ورق الخبز ودهنينها بالزيت باش ما يلصقش لكم. صافي كنمشيو بهذه الطريقه حتى كنكملوا. من بعد كنشدوا داك الفرماج ولا الجبن ديال الدهن، كنحطوه في هذا القمع وكنحاولوا نخشيوه في دوك الفتحات الاربعه. حاولوا تستعينوا بصبعكم شويه. نتوما البنات خفوا شويه الفرماج، خفوه بشويه الحليب شي معلقه لان انا جاني ثقيل ما بغاش يدوز ليا. صافي كنحطوا شويه الجبن من فوق اللي عندكم. انا عندي شيدر وعندي عندي شيدر وعندي الموتزاريلا، غنحطهم من الفوق ونكون مشغله الفرن. غنعطيهم واحد 10 دقائق حتى يتحمروا ويذوب الفرماج، وغنخرجوهم وذوقهم شويه الفلفله فليكس وشويه البقدونس. وكان حبايبي هذا هو الفيديو، كنقول لكم في امان الله والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.